اصلا ليه في مشكله؟ يعني ليه اصلا اخت مسيحيه عايزه تبقى مسلمه او اخ عايز ما يبقى؟ يعني انا عايز اقول دي قضيه اسريه. يعني مثلا انا قررت ان اكون مسيحي، اللي تزعل امي تزعل اخويا، انما ليه الدوله كلها تتحول الى؟ انا هقول لك ليه تتحول الدوله يا دكتور محفوظ. لانه كان امن الدوله كان بيعمل حاجه غريبه جدا. هي احسن ممكن بياخد المسيحيه يديها للكنيسه. ليه؟ ايوه ما بص تسيبها. عليك، امن الدوله اختفى، فمع اختفائه في حاجات كتيره وحشه اختفت، وحاجات احنا كنا نفتكرها حلوه انما عشان هي كارثه برضه اختفت. من ضمنها ده انه مثلا لا يتحول حد من جهه لاخرى الا وفق امن الدوله. فدلوقتي التحول بيحصل. لو بيسلمها للكنيسه ليه؟ ما هي دي برضه يعني انا مش هتبقى في دي تفاصيل. كلها اخطائنا كلنا، دي اخطاء كلنا مشتركين فيها. احنا كلنا قبلنا هذا في العلماء وتغول الجهاز وصلنا. فده بيقول ليه ده يكون عمل سري؟ ليه دي مساله تحصل تحت الترابيزه؟ مثلا من ضمن الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها وكان لسه ما فعلناهاش لكن بنفكر فيها ان في كل محافظه من المحافظات يكون في لجنه 5 أشخاص 7 أشخاص مسلمين ومسيحيين وسكرتير عام المحافظه، فلان عايز يسلم، فلان عايزه تيجي تشهد وتمضي عليها السر. دول احنا كل 5 أشخاص مضوا 7 أشخاص مضوا. عايز اقول الدوله هو الحقيقه الاصل لو احنا بنتكلم جد مش المفروض يكون موجود. الاصل دي قرار شخصي لا ندخل فيه الدوله اساسا. الدوله تعلن به لما الانسان، انما ان المجتمع واضح انه مش قابلها بالصيغه دي، لا الدوله تتدخل كطرف ثالث علشان تقول نحن شهدنا على هذا التحول. الدوله بتتدخل بس عشان هي بتبقى محتاجه ورقه عشان تتطلق عشان تتعمل عشان ليه بقى نطلب المساله لعبث العابثين وتبقى القضيه بدل ما هي قضيه 1% من المجتمع تتحول لقضيه 9%؟ هنا يا دكتور معلش نتكلم بصراحه. اتفضل حبيبي. هنا شركه الكنيسه وشركه امن الدوله في المشكله دي. انه بامن الدوله تديها للكنيسه والكنيسه بتاخدها ليه؟ ما تسيبها. اجرنا ايه؟ تمام. وانا هضيف لكده كمان انه بعض يعني عايز اقولها برضه بتكلم غلط؟ لا كان بعض لا ابدا لا بعض امن الدوله على اتصال حتى بالناس. يعني تتحول في الازهر مثلا الازهر اتصل بالامن. بص عليك الامن كان طابع على امن الدوله، طابع على نفسنا كلنا، بيتدخل فيما ليس هو اصلا من حق انه يتدخل فيه. فاحنا دلوقتي اللي احنا بنشوفه النهارده دي واحد كل اكله مسمومه بيقول مجتمعنا بيقول الحقوني. فاحنا عشان كده بنلحقه.